صباح الخير يا بنات، أخيرا الفلوج المنتظر. أنا رايحة أمريكا وكان نفسكم أروح من زمان. يلا بينا. أنا وصلت المطار وبصراحة المرادي مختلفة قوي عشان رونزا معايا على رجلها من غير شيل. بجد هنستمتع جدا. طبعا مرزوق قال لازم نسافر درجة أولى وشكل الطيارة تحفة. بصوا الجمال، عايزة أوصل بقى، متحمسة قوي. أنا وصلت أخيرا ومبسوطة قوي. عايزة أروح أحط الشنط وأنزل بسرعة، مش هضيع لحظة. استنيوني وفولوا بقى. يلا. الفندق ده من احسن الفنادق في نيويورك، ومرزوق حاجز ليا هنا من تقريبا شهرين. لازم تشوفوا الاوضه لما اطلع فوق، هتعجبكم. الله على الجمال يا جماعه، بصوا ايه ده، دي كبيره قوي، دي فيلا مش اوضه. وبصوا الميني بار شكله حلو قوي بجد. يلا بقى هاخد دش سريع واغير وارجع لكم عشان ننزل نلف شويه. ولو في مكان معين عايزين اروحه قولوا لي في الكومنتات. باي. طول عمري بشوف المكان ده في الافلام، ما كنتش اتوقع اني هشوفه بجد. تحفه قوي قوي. ايه ده، ايه ده يا بنات، في كميه عروض هنا مش طبيعيه. كل متر في حد بيعمل حاجه. بصوا الساحر ده تحفه. دخلت اكل هنا لقيت الويترز بيغننوا للضيوف. بصوا المنظر رهيب. واو، ايه الاكل التحفه ده. المكان ده بصراحه يجنن، اكل وعروض وكل حاجه. يا بنات المكان هنا تحفه، الإضاءة والجو ولا كأني في حلم. دي أول مرة أجرب أمشي هنا، خيال. يا بنات أخيرا وصلنا الفيسل. الجو هنا تحفة، ورونستي مبسوطة بالآيس كريم قوي. طبعا عشان أول يوم مش هقدر أكتر من كده، بس هرجع لكم في الفندق عشان تشوفوا العشاء التحفة. استنوني. صباح الفل. صحيت من شوية، سألت على جوجل ولقيت مكان هنا للفطار جامد. يلا نجربه دلوقتي سوا. يا بنات المكان ده طلع تحفة. بصوا الفطار شكله يجنن بجد. قلت اجربه بعد ما شفت الريفيوز عليه وطلع فعلا يستاهل. يلا بقى ندخل نجيب لرونزا شوية ألعاب ندلعها شوية. وعلى فكرة ده أحسن مكان في نيويورك للألعاب، اختاروا معايا. يلا. ازيكم يا بنات، وحشتوني قوي. ناس كتير بتسأل ليه مش بظهر كتير. بصراحة رونزا بقت شقية قوي واخدة كل وقتي، بس والله بحاول ارجع تاني معاكم. زي ما انتم شايفين اهو، رونزا بوظت الدفاية وعندها حب غريب لأي حاجة فيها كهرباء. ادعوا لي بليز. يا جماعة ده الحل الوحيد للطفل الشقي، تسيبيه هنا يطلع طاقته، عشان لو سبتيه في البيت هيطلع عينك رسمي. يا بنات صحيت لقيت رونزا دافية شوية، شكلها بتسنن وبتعيط، مفيش سكوت. قلت اكشف برضو واطمن عليها. ادعوا لي.